تبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع شخص اسمه لوجين، وبنعرف إن هو رجل أعمال غني جدا وعنده مجموعة فنادق وبيوت وممتلكات تانية كتير. وبنعرف إن لوجين بيحب الطبخ جدا، وكان دايما بيروح للفنادق بتاعته عشان يدوق أكلهم، وهو كان مغرم جدا بالطبخ لدرجة إن بقى عنده ميزة غريبة جدا، وهي إنه يعرف مكونات الأكل من ريحتها. في الوقت ده بنشوف لوجين بيتحرك ويروح لفندق عشان يشتريه، وأول لما وصل للفندق واحد من الطباخين قدم ليه وجبة عشان ياكلها، لكن أول لما دقها ما عجبوش طعمها وتفاها من بقه على طول، وقال لهم شوية ملاحظات إن المفروض ما يستخدموش النوع ده من الفطار مع اللحمة لأن طعمه هيبقى وحش جدا. وهنا الطباخ بيقدم للوجين باقي الاطباق اللي عنده، بس لوجين برضه ما عجبوش اي حاجه من الاطباق وكلها رجعت للمطبخ تاني. وهنا بنشوف مدير الطباخين وكان في موقف صعب جدا لانه ما كانش بايده اي حاجه عشان يقنع بيها لوجين، لكن وسط كل ده كان في بنت معاهم في المطبخ وبنعرف ان اسمها شنجهان، ورغم ان هي لسه في فتره تدريب في المطبخ معاهم بس كان باين عليها انها محترفه في الطبخ. وهنا كان مدير الطباخين بينبههم ان كان فاضل وقت بسيط جدا عشان يطبخوا الرجل الاعمال لوجين قبل ما يمشي. واول لما عرف الطباخين ان مفيش وقت يلحقوا يعملوا حاجه محدش وافق على كلامه لانهم ما كانوش هيقدروا يعملوا اي حاجه في الوقت البسيط ده. بس هنا شنجهان بتقبل التحدي، وكان مدير الطباخين متاكد ان شنجهان هتخلص الاكل قبل ما ينتهي الوقت لان هو كان عارف امكانياتها في الطبخ. بعد كده لوجين بيتفاجئ ان الاكل وصل ليه قبل ما ينتهي الوقت، وهنا قلع نضارته على طول، واول لما شم الاكل فهم ان الطريقه اللي اتعمل بيها الاكل طريقه قديمه موروثه ومش اي حد يقدر يعملها. واول لما ركز في طعم الاكل عرف ان الاكل معمول بطريقه احترافيه، وكانت توابل الاكل متوازنه مع الطعم، وفهم ان مفيش حد يقدر يعمل الاكل بالطريقه دي الا اذا كان شخص محترف. وبنشوف لوجين بياكل كل الاكل اللي اتقدم ليه، وقرر كمان يفضل في الفندق كذا يوم تاني لان الاكل كان عاجبه جدا، وده خلاه يبقى متحمس ان هو يجرب طبخ شنجهان مره تاني. وبنشوف هنا مدير الطباخين اللي كان بيستغل شنجهان عشان تطبخ ليه الاكل، وكان برضه بيستغلها في يوم اجازتها. وبعد فتره بسيطه بيبعت مدير الطباخين ورقه وكان مكتوب فيها انهم مش محتاجينها معاهم. واول لما شنجهان قرت الورقه اتضايقت جدا وما كانش بايديها اي حاجه ممكن تعملها. في اللحظه دي بنشوف شنجهان بتروح على عربيه لوجين وكان في ايديها سكينه، وفضلت تجرح بيها العربيه لانها كانت فاكراها انها عربيه حبيبها اللي سابها. لكن فجاه بيوصل لوجين وبيشوفها بس ما كانش عارف انها الطباخه شنجهان اللي بتعمل له الاكلات اللي بيحبها، فراح ليها وقال لها ان دي العربيه بتاعته. وهنا فهمت شنجهان انها مش عربيه حبيبها، فاعتذرت من لوجين ووعدته انها تصلح العربيه بتاعته، لكن هو رفض. وفي الوقت ده بنشوف شنجهان وهي كانت بتشرب وكان باين عليها انها سكرانه، وفي نفس الوقت كان لوجين بيعمل اكل لنفسه بس هو ما كانش بيعرف يعمل الاكل بالطريقه الصحيحه لان الاكل كان محتاج لمقادير معينه، بس هو كان مصمم ان هو يكمل في الطبخ، وفي الاخر بينجح ان هو يعمل لنفسه اكل بطريقه احترافيه. وفجاه بيسمع صوت فوق السطح، واول لما راح لقى شنجهان وهي سكرانه فراح ودخلها جوه شنطه وخدها معاه جوه الاسانسير عشان ينزلها. واول لما الاسانسير اتحرك بيشوفوها اتنين من الموظفين اللي شغالين في المكان، فخافوا جدا لانهم اعتقدوا ان هي مقتوله. وهنا بيحصل قلق في المكان، وبسبب الموضوع ده لوجين بيدخل السجن مع المجرمين بتهمه القتل. وفي اللحظه دي كانت شنجهان بتشرح للشرطه اللي حصل، وبرأت كمان لوجين من التهم الموجهه ليه عشان يطلع من السجن. وهنا بيوصل محامي لوجين وبيدفع ليه الكفاله وبيخرج على طول. واول لما طلع لوجين قرر ان هو ما يشوفش شنجهان مره تاني. وفي اليوم التاني بنشوف شنجهان كانت بتحاول تساعد مجموعه من الاطفال، فطلعت على شجره لكن بدون قصد بتمسك خليه نحل، ومره واحده بيخرج كل النحل اللي في الخليه وبيهجم على لوجين اللي كانت صادف وجوده في نفس مكان شنجهان، وتعرض لجروح كبيره في وشه لانه كان قريب من خليه النحل. بعد كده لوجين بيدي شنجهان ساعه وفيها جرس انذار، وحذرها انها لو سمعت صوت الجرس تبعد عنه على طول لانه هيكون موجود في المكان اللي هي موجوده فيه. وهنا شنجهان بترد عليه وبتعتذر منه على كل اللي حصل، ووعدته انها مش هتتكرر تاني. واول لما خلصت كلامها سابت المكان ومشيت. وفي يوم تاني بيروح لوجين لفندق عشان يدوق الاكل بتاعهم، واول لما نزل له الاكل اتصدم من طعمه وطلب اصناف تانية من عندهم، بس هو ما كانش عارف ان اللي بيعمل الاكل هي شنجهان. وكانت شنجهان بتشتغل في مطبخ الفندق ده، وكانت بتعمل الاكل لوجين لدرجه انها تعبت من كتر المجهود اللي بذلته. وهنا كان لوجين مبسوط جدا من الاكل، بس قررت شنجهان في اخر طبق هتقدمه ليه انها تخلي الحبر بتاع الاخطبوط فيه. واول لما لوجين شاف الطبق عرف ان شنجهان هي اللي كانت بتطبخ الاكل ليه، وقرر بعدها ما يطلبش اطباق تانية، وبعت ليها رساله بيشكرها فيها على الاطباق اللي قدمتها ليه. في اللحظه دي بنشوف لوجين في مقابله صحفيه، فبيساله الصحفي عن مشكله الشنطه اللي كانت في الاسانسير، واول لما سمع كلام الصحفي اتضايق منه ومرضيش يجاوبه. وكانت الصدفه ان شنجهان شافت لوجين في المكان ده فافتكرت كلامه لما قال لها تبعد عنه، ولما كمان سلمها الساعه، وبسرعه بتمشي من المكان عشان الساعه ما تنبهوش ان هي موجوده في نفس المكان، لكن لسوء الحظ بتقع في حمام السباحه. واول لما خلص لوجين المقابله الصحفيه بعت لشنجهان 3 رسائل، وكان كل رساله فيها طلب مجموعه اصناف من الاكل، وكان كل طبق ليه وقت معين، وده كان بالنسبه ليها تحدي، وفعلا وافقت على التحدي ده. وكان الطبق الاول عباره عن اكله سبايسي، والطبق الثاني عباره عن اكله اكليل الجبل، ونجحت شنجهان انها تخلصها قبل ما ينتهي الوقت المحدد. والطبق الثالث كان عباره عن لحمه بالخضروات. واول لما لوجين شاف مستوى شنجهان في الاكل عجبه اكلها جدا، وفهم ان شنجهان عرفت ذوقه في الاكل. في اللحظه دي طلبت شنجهان من لوجين انها تعمل له كيكه بمواصفات معينه، ووافق لوجين على طول. واول لما بدا ياكل الكيكه اتصدم لما عرف ان جواها مشروم، فسال الشيف عن سبب وجود المشروم في الكيكه، فرد عليه الشيف وقال له ان المشروم ده ليه طريقه معينه بينمو فيها تحت الارض، واول لما يكبر ياكل اي حاجه قصاده. وفي اليوم التاني بيتحرك لوجين وبيطفي الساعه بتاعته عشان شنجهان ما تحسش بوجوده، وبيروح لها المطبخ الفندق اللي هي شغاله فيه وسالها
عن المشروم اللي عملته ليه جوه الكيكه، وردت عليه وقالت له ان المشروم ده بيمثله هو لانه هو شخص مغرور واناني. واول لما سمع كلامها انبسط منها لانها كانت فاهمه شخصيته كويس. بعد كده سابها وراح لبيته، وهنا بتيجي ليه مكالمه من ابوه وبيطلب من ابنه لوجين انه يسيب الفنادق ويرجع لشغله مره تاني. وفي اليوم التاني بيصحى لوجين من النوم وطلب وجبه الفطار بتاعته، لكن عرف ان شنجهان كانت مريضه وخدت اجازه مرضيه، ورفض ان هو ياكل من ايد اي طباخ تاني. وقرر لوجين ان هو يروح لبيت شنجهان وخد معاه كل مكونات الاكل اللي هتطبخ. واول لما دخل بيتها اتفاجئ ان البيت غير منظم وكان بيت متواضع جدا على الرغم من انها طباخه محترفه. وهنا لوجين بدا ينظم لنفسه مكان، وكانت في الوقت ده شنجهان بتطبخ ليه الاكل. واول لما خلصت قعدت معاه على نفس الترابيزه اللي هياكل عليها، ولاحظ ان هي بتاكل معاه بطريقه غريبه. بس لوجين ما قدرش يشوفها بتاكل بالطريقه دي وطلب منها تاكل في المطبخ، وقال لها انه متعود ياكل لوحده. واول لما سمعت شنجهان كلامه اتصدمت، وفي الاخر وافقت على طلبه وراحت تاكل لوحدها في المطبخ. وهنا اول لما خلص لوجين اكل خرجت شنجهان واتفاجئت ان هو نام. وبعد وقت كبير بيصحى لوجين من النوم ولقى شنجهان نايمه في اوضتها، فخرج بسرعه ومشي من بيتها. وفي اليوم التاني بيروح لوجين لشنجهان وطلب منها برضه تعمل له اكل، وفضل الموضوع ده يتكرر لليوم التالت. بس المره دي جاب حته قماشه عشان ينام عليها. ومع مرور الايام بيتعود لوجين ان هو يروح على بيت شنجهان عشان تطبخ ليه الاكل وينام في بيتها. وبعد فتره من الوقت سمح لوجين لشنجهان انها تاكل معاه على نفس الترابيزه، وكانوا فرحانين جدا وهما بياكلوا مع بعض. وهنا بنعرف ان لوجين وشنجهان بياكلوا نوع من الاسماك الخطيره، والنوع ده من الاسماك بيخلي الواحد مش في حالته الطبيعيه. واول لما اكلوا السمك ابتدوا يحسوا ويتخيلوا ان الدنيا بقت تمطر عليهم. وكمان لوجين جاب شمسيه عشان تحميه من المطر هو وشنجهان. بعد كده بيطلعوا من البيت وبيتمشوا في الشوارع، وكانوا واخدين الشمسيه معاهم عشان تحميهم من المطر. لكن كل ده في الاخر كان مجرد تخيل منهم. وهنا بنشوف لوجين بياخد شنجهان وبيروحوا يركبوا باص، لكن بيتفاجئ لوجين ان كل الناس بتتريق عليهم. فطلب من شنجهان انها تشيل الشمسيه، بس هي ما كانتش بتسمع كلامه لانها كانت متاثره بهلوسه السمك. وفي الاخر لوجين بيرجع شنجهان لبيتها وبيطمن عليها. بعد كده بيسيبها ويروح. وفي اليوم التاني قررت شنجهان تروح للوجين البيت عشان تطمن عليه لانه ما جاش ليها في اليوم ده. بس اتصدمت لما شافت طباخه تانيه كانت بتطبخ ليه فاتضايقت جدا. وهنا بتقول الطباخه لشنجهان ان بقالها فتره كبيره بتشتغل عند لوجين. واول لما سمعت شنجهان الكلام ده اتضايقت ومشيت. وفي يوم تاني بنشوف طباخه لوجين بتطلب من شنجهان انها تكون مساعدتها في الطبخ، لكن شنجهان رفضت انها تكون مساعدتها. واول لما الدنيا ليلت بيروح لوجين لشنجهان عشان يعتذر ليها على كل اللي حصل. لكن اول لما وصل بيتها غير رايه وكان عنده احساس بشعور غريب اتجاهها، واتاكد ان هو بيحبها وما كانش عايز يخسرها ابدا. في الوقت ده بنشوف لوجين بيروح الفندق اللي اشتراه وطرد كل اللي بيشتغلوا فيه. وبعد كده بيروح لشنجهان عشان يتكلم معاها، لكن هي ما كانتش عايزه تسمعه. وهنا بيسيبها ويروح للطباخه اللي شغاله عنده وطلب منها انها تاكل معاه، بس هي ردت عليه وقالت له ان هي عملت طبق واحد بس ليه. بعد كده سابته وراحت. وهنا شنجهان بتبعت رساله لوجين وبتقول له انهم لازم ما يشوفوش بعض تاني. بس لوجين بينصدم من كلامها لانه كان بيحبها وبيعتبرها اقرب شخص ليه. في اللحظه دي بنشوف لوجين وابوه هما في اجتماع مع بعض. وهنا ابو لوجين كان بيلومه لانه خلى علاقته الشخصيه تاثر على شغله ومستقبله. بس لوجين سال ابوه عن علاقاته القديمه، فرد عليه وقال له ان هو ما عندوش اي علاقات قديمه لانه كان مركز في شغله بس ومديله كل وقته. واول لما لوجين سمع كلامه قرر ان هو يعمل زي ابوه، فخد طياره وراح للمدينه اللي ساكنه فيها شنجهان. وهنا شاف شنجهان مع الكلب بتاعها، وفجاه الساعه اللي معاها بتعمل صوت في ايديها، وبتفهم هنا ان لوجين قريب منها. واول لما ركزت شويه شافته في العربيه وهو كان بيدور عليها، وبسرعه وقفت تاكسي ومشيت من المكان. بس لوجين خد باله منها وفضل يمشي وراها وكان مصمم ان هو يتكلم معاها. في اللحظه دي بيروحوا الاثنين لمكان زحمه جدا. وهنا لوجين استخدم الساعه بتاعته عشان يحدد مكان شنجهان، وفعلا نجح ان هو يعرف مكانها. لكن اول لما راح شاف الساعه مربوطه بالكلب، وبسرعه الكلب جري وخد لوجين وعرفه مكان شنجهان. واول لما وصل فضل يتكلم معاها واعترف ليها انها البنت الوحيده اللي حبها، وطلب منها انها ترجع معاه. وفي لحظه معينه قال لوجين لشنجهان انه مش هيقدر يعيش بدونها. وهنا شنجهان ارتبكت وما كانتش عارفه ترد عليه، لكن في الاخر اقتنعت ووافقت انهم يرتبطوا ببعض لانها برضه كانت بتحبه. بعد كده بيتحركوا الاثنين ويروحوا لمكان خاص بيهم، وقرروا ان هم يقضوا بقيه حياتهم سوا مع بعض. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.